أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع بيمس حياتنا كلنا بشكل مباشر: المهن والوظائف في بلدنا. إزاي كل مهنة مهما كانت صغيرة أو كبيرة في نظرنا هي في الحقيقة جزء أساسي بيكمل صورة كبيرة. تعالوا نكتشف مع بعض. طب خلينا نبدأ بسؤال بسيط كده نفكر فيه سوا. في أي يوم عادي، من ساعة ما بنصحى الصبح لحد ما بنرجع ننام بالليل، فكرنا قبل كده كام مهنة أو وظيفة بنحتاجها عشان يومنا يمشي؟ العدد صدقوني أكبر بكتير مما نتخيل. والإجابة على السؤال اللي فات ده إن العدد تقريباً لا نهائي. وده بالظبط هو جوهر حكايتنا النهاردة، إنه كل مهنة مهمة، وإننا لازم نحترم ونقدر مجهود كل الناس اللي بتشتغل. المجتمع في الآخر عبارة عن ترس كبير، كل واحد فينا جزء منه بيكمل التاني عشان المركب تمشي. تمام. يبقى عشان نفهم القصة صح لازم نبتدي من الأول خالص، من الأساس. أول حاجة أي مجتمع بيحتاجها الأكل، يعني هنتكلم عن مهن الزراعة. بصوا بقى، هنا عندنا ركيزتين أساسيتين للأكل في مصر. من ناحية عندنا الفلاح اللي بيزرع الأرض وبيطلع لنا كل حاجة من القمح والرز لحد القطن، وكمان بيربي المواشي عشان اللحمة واللبن والبيض. ومن الناحية التانية عندنا الصياد اللي بيصطاد السمك سواء من البحر الأحمر أو المتوسط أو حتى من نهر النيل والمزارع السمكية. يعني ببساطة دول الناس اللي بيأكلوا البلد كلها. كويس قوي. يبقى احنا كده وفرنا الأكل. الخطوة اللي بعدها إيه؟ إزاي بقى المواد الخام دي بتتحول لحاجات بنستخدمها في حياتنا؟ هنا بيجي دور المحرك التاني للاقتصاد: الصناعة والتجارة. الرحلة دي بتوضح كل حاجة. شوفوا معايا كده. بتبدأ بحاجة بسيطة خالص، مادة خام زي القطن اللي زرعه الفلاح. بعدين المهندسين والعمال في المصانع بياخدوا القطن ده ويحولوه لمنتج نهائي زي الهدوم اللي بنلبسها. وفي الآخر بيجي دور التاجر اللي بيعرض المنتج ده في السوق أو المحل عشان يوصل للمستهلك. شايفين السلسلة عاملة إزاي؟ كل خطوة فيها مهن ووظائف. تمام. يبقى عندنا زراعة وصناعة وتجارة، بس هل ده كل حاجة؟ لا طبعا. في بقى نبض المجتمع نفسه، قطاع الخدمات، الناس اللي بتقدم خدمات مباشرة للناس، ودول اللي بيخلوا حياتنا اليومية ممكنة ومريحة. ولو هنتكلم عن الخدمات يبقى لازم نبدأ من الأصل، من المعلم. ليه؟ لأن ببساطة مفيش أي مهنة تانية ممكن تكون موجودة من غيره. هو اللي بيعلم الدكتور والمهندس والضابط، هو اللي بيبني العقول اللي هتبني البلد كلها بعد كده. وبعد التعليم نيجي لأهم حاجة تانية: الصحة. وهنا طبعا بنتكلم عن الطبيب اللي بيعتني بصحتنا وبيعالجنا لما نتعب. مهنة حيوية ومهمة جدا لأي مجتمع. وعشان المعلم يعلم والدكتور يعالج والناس تشتغل، لازم نحس بالأمان. وده دور رجال الأمن، سواء ضابط الجيش اللي بيحمي حدود بلدنا أو الشرطي اللي بيحافظ على النظام والأمن جوه شوارعنا. من غيرهم مفيش استقرار. وفي كمان أبطال تانيين ممكن شغلهم ما يكونش تحت الأضواء لكنه أساسي، زي عامل النظافة والسواق والميكانيكي والسباك وعامل الدليفري اللي بيوصلنا طلباتنا لحد البيت وعمال البناء. كل دول حرفياً هم اللي بيخلوا الحياة ماشية كل يوم. طيب، كل المهن اللي اتكلمنا عنها دي مهمة جدا، لكن في تغيير كبير بيحصل في العالم دلوقتي. التكنولوجيا بتغير كل حاجة، ومعاها بتتغير طبيعة الشغل نفسه. المهارات اللي كانت كفاية زمان النهاردة ما بقتش كفاية لوحدها. والتغيير ده بيفتح لنا باب على عالم جديد ومثير، عالم وظائف بكرة. وظائف بتعتمد على التكنولوجيا والإبداع، وظائف ما كانتش موجودة أصلاً من 20 سنة فاتت. يعني شوفوا معايا كده، بنتكلم عن مهندس طاقة متجددة عشان نلاقي مصادر طاقة نظيفة، بنتكلم عن مبرمجين ومصممي ألعاب ومطوري تطبيقات الموبايل وصناع المحتوى الرقمي. كل دي مش بس وظائف، دي مهن بتشكل المستقبل وبتحل مشاكل العصر الحالي. والحاجة العظيمة بقى إن كل التطور ده له جذور. يعني التكنولوجيا الحديثة زي الذكاء الاصطناعي دي مبنية على علوم وأسس حطها علماء كبار من زمان جدا، زي الخوارزمي وابن الهيثم. يعني الماضي هو اللي بنى الحاضر، والحاضر هو اللي بيفتح الباب للمستقبل. والخلاصة من كل ده إيه؟ إن كل مهنة ليها قيمتها ودورها، من أول الفلاح اللي في أرضه لحد مبرمج الكمبيوتر في مكتبه. كل وظيفة هي طوبة في جدار كبير اسمه الوطن. مفيش مهنة أهم من التانية، كلنا بنكمل بعض. وهنا بقى نسيب سؤال مفتوح للمستقبل. بما إن التكنولوجيا بتتطور بالسرعة دي كلها، تفتكروا إيه شكل المهن اللي ممكن تظهر كمان 10 أو 20 سنة؟ مهن ممكن تكون مش موجودة النهاردة خالص، لكن جيل النهاردة هو اللي هيصنعها ويبتكرها. المستقبل فعلا بيتكتب دلوقتي.